في الفيديو ده من قناتكم زي التاريخ ما بيقول هنا علي هنعرف هل السلطانة صفية قامت بإدارة الحرملك العثماني بعد وفاة السلطانة نوربانو أم لأ. بس الأول ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير. البعض مننا ممكن يعتقد إن بعد وفاة السلطانة نوربانو السلطانة صفية قدرت تسيطر على كل ما هو موجود داخل القصر العثماني، لكن ده للأسف محصلش أبدا. وكتبت الكاتبة الأمريكية ليسلي بيرس ده في مذكراتها وقالت إن السلطانة صفية منعت من إدارة الحرملك العثماني بعد وفاة السلطانة نوربانو. السلطانة نوربانو قبل وفاتها طلبت من ابنها السلطان مراد الثالث إن هو ما يديش حكم الحرملك العثماني للسلطانة صفية أبدا، وإنه يقوم بترك الحرملك العثماني لمساعدتها جنفدة خاتون. وما هدأتش السلطانة نوربانو إلا لما ابنها السلطان مراد الثالث وعدها بذلك. حافظ السلطان العثماني مراد الثالث على وعده لأمه، ولم تستطع السلطانة صفية أن تصعد على الحرملك العثماني إلا بعد وفاة زوجها السلطان مراد الثالث وتولي ابنها محمد الثالث حكم الدولة العثمانية. وبكده السلطانة صفية ما قدرتش تتولى حكم الحرملك العثماني إلا خلال ال8 سنوات اللي حكم فيهم ابنها السلطان العثماني محمد الثالث. وبكده نكون قدرنا نجاوب على السؤال ده اللي كان بيجي كتير في بعض الكومنتات، وبكده نكون خلصنا الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير وكومنت، واستنوا الفيديوهات الجاية معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.